الزول الفلاوات الله بخير وكيفتيلي. اليوم غادي ندير لكم الكباب على طريقتي انا. في القدر ديالي درت طرف ديال الزبده مع شويه زيت، ودرت طرف ديال الدجاج كي تقلى لي مليح، زدت حبه بصله كبيره مسكرفجه انا درتها في الروبو مع 2 سنينات ديال الثوم، خليتهم يتقلاو مليح. بالنسبه للكريات ديال الدجاج درت الملح، درت شويه فلفل كحل، شويه زنجبيل، درت الثوم حوالي 2 فصوص ثوم، وهنا درت شويه بصله مسكرفجه حوالي ملعقه، ودرت حبه بيض، ودرت لا شابلور درتني حوالي 4 مغارف كبار. هاوليك بعد ما تقلى مليح غادي ندير التوابل، نفس التوابل اللي درتها في الدجاج. غادي ندير شويه ملح، شويه زنجبيل، شويه فلفل كحل، ما تكثروش برك. ما نكذبش عليكم، انا هذا لاصوص كنت درتها رافقتها مع البطاطا. انا غادي ندير الحميصه ديالي ونمرق ونخليه يطيب. قلت لكم درتها لاصوص ورافقتها مع البطاطا. البارح من ذاك بقات لي ودرت كباب. هنا بعد ما طاب لي شويه الدجاج غادي نزيد الكرايات هذوك يطيبوا مع الدجاج، نكورهم، ندير في يدي شويه زيت ونكورهم مباشره، نديرهم في لاصوص بهذه الطريقه، نكملهم كامل بهذه الطريقه ليك، ونغطيه ونخليه يطيب على غرضو. وفي الاخير ديروا شويه معدنوس. هنا قليت البطاطا ديالي قطعتها كبيره كما قلت لكم البارح، درتو رافقته مع البطاطا وبقات لي لاصوص ما بغيتش نرميها، درك ندورها كباب. هذيك لاصوص اللي بقات لي ما بغيتش نرميها، غادي نحي شويه ديال لاصوص. وهنا قليت البطاطا ديالي قطعتها كبيره بهذه الطريقه. كما تعرفوا الكباب البطاطا تجي كبيره، غادي نخليها تجمر شويه في لاصوص. والله جا هذا الطبق ولا اروع، جا بزاف بزاف بنين. هنا لاصوصه اللي نحيتها زدت لها 2 حبات بيض، شويه معدنوس، غادي نخلطهم مليح، وزدت لها عصره ديال الليمون شويه برك ما تكثروش. غادي نخلط مليح كي تتجمر لي البطاطا نديرها من الفوق. والله واحد الريحه راهي ما شاء الله. هاي ليك بعد ما تجمرت لي البطاطا غادي نزيد البيض من الفوق بهذه الطريقه. نتوما اذا درتو لاصوص مباشره درتوها، ديروا فقط شويه ديال الدجاج، شويه ديال الكرايات. تقدروا تاني تستغناو على الكرايات ديال الدجاج. كما قلت لكم انا بقات لي لاصوص ما بغيتش نرميها، درتها كباب. تقدروا فقط تستعملوا هذاك الدجاج كي يطيب تفتوه وطيبوا البطاطا وديروها للداخل. ليك بعد ما طابت والله جات ما شاء الله واحده الريحه راهي ما شاء الله، راهي تشهي. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. غادي ندير شويه ديال المعدنوس من الفوق ويكون الطبق ديالي جاهز. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. على بروشين فيديو ان شاء الله.